رائدات ورواد السينما المصرية. أحمد جلال، بشكاتب السينما، علم من أعلام السينما المصرية ورائد من روادها الأوائل. اقترن اسمه بنشأة صناعة السينما ابتداء من فيلم ليلى الصامت. كان صحفيا وناقدا فنيا وكاتبا للقصص ومترجما ومقتبسا وسيناريست وممثلا ومخرجا وصاحب مجلة أسبوعية واستوديو سينمائي يحمل اسمه. ولا يذكر أحمد جلال إلا ذكر معه اسم شريكة حياته ميري كويني، المنتجة الفنانة التي مثلت في أفلامه الأولى التي أخرجها لشركة لوتس فيلم، ووقفت معه أثناء تأسيس الاستوديو وقامت باستكماله بعد وفاته. اسمه بالكامل أحمد جلال محمد عبد الغني. ولد في مدينة بورسعيد عام 1897، وهو الشقيق الأكبر للمخرجين حسين فوزي وعباس كامل. كان والدهم تاجرا، وانتقل مع أسرته إلى القاهرة في شارع محمد علي الذي شهر وقتها بأنه شارع الفن والصحافة والرقص. ودراسة أحمد جلال مجهولة، وكل ما يعرف عنه أنه كان على ثقافة واسعة ويجيد عدة لغات كالفرنسية والإنجليزية والتركية، وإجادته الكاملة للغة العربية. وقد عرف أنه حصل على شهادة البكالوريا باللغة الفرنسية عام 1917، والتحق بعد ذلك بوظيفة كتابية بشكاتب بقلم قضايا وزارة الأوقاف، واتجه بعد ذلك إلى تأليف وترجمة القصص بمجلة اللطائف المصورة التي أصدرها إسكندر مكاريوس، ثم التحق بالعمل في دار الهلال إلى عام 1934، نفس العام الذي أصدر فيه مجلته الخاصة البشكاتب، وهي مجلة سياسية أسبوعية مصورة بالكاريكاتير. وكانت بدايته السينمائية عام 1927 حينما اشترك مع ستيفان روستي في تعديل سيناريو فيلم ليلى الصامت بعد تهرب وداد عرفي من منتجة الفيلم. ويقال أنه اشترك مع المخرج الإيطالي روكا في إخراج وكتابة سيناريو فيلم بنت النيل، ولكنه اختلف مع المنتجة عزيزة أمير بعد ذلك لإصرارها على إنتاج فيلمها الثالث صامتا في الوقت الذي نطقت فيه السينما. ثم اتجه إلى الإخراج، حيث قام بإخراج سلسلة أفلام شركة لوتس فيلم التي كان يقوم بتأليفها وتمثيلها بالاشتراك مع آسيا وميري كويني، بداية من فيلم عندما تحب المرأة عام 1933 وحتى فيلم العريس الخامس عام 1942. كان جلال قد وقع في غرام ميري كويني وتقدم للزواج منها، وتم الزواج عام 1940، وكان هذا الزواج سببا في انفصال أحمد جلال عن لوتس فيلم. فقد أسس بداية من عام 1942 شركة أفلام جلال، وتفرغ لإخراج أفلامه التي كانت تقوم أمامه بأدوار البطولة ميري كويني، بداية من فيلم رباب عام 1942 حتى فيلم أم السعد عام 1946، بالإضافة إلى إخراجه فيلما غنائيا للمطربة نور الهدى بعنوان أميرة الأحلام، قصة وسيناريو وحوار أخوه عباس كامل. قام جلال بمساعدة زوجته بتأسيس مؤسسة سينمائية في العام 1944، وهي عبارة عن استوديو كبير وشركة إنتاج وتوزيع سينمائي ضخم. حملت الشركة اسميهما واسم ابنهما نادر، والمولود عام 1941، والذي أصبح فيما بعد المخرج الكبير نادر جلال. وأثناء ذلك اشتد المرض على أحمد جلال نتيجة الإرهاق، وسافر مع زوجته وابنه للاستشفاء في لبنان، فوافاه الأجل هناك عام 1947 قبل أن يكمل عامه 50. وترك ابنه المخرج نادر جلال ليكمل رسالته الإخراجية، ومن بعده المخرج أحمد نادر جلال، والذي يعمل حاليا في الإخراج السينمائي.